عن النابت الهدف رقم 165. هل يتمكن من تسجيله اللاعب مصعب الجوير؟ مصعب ولا حارس المرمى سالم الهارش؟ نشاهد ونتابع ركله جزاء، اول ركله جزاء في خليجي 25 للمنتخب السعودي، وربما ياتي من خلالها ثاني الاهداف للاخضر. نشاهد ونتابع مصعب الجوير ولا سالم الهارش حارس المرمى في هذه اللعبه، اصغر اللاعبين في قائمه المنتخب السعودي في هذا اللقاء، 19 سنه فقط، 19 سنه لهذا اللاعب. مصعب تقدم لها، يا عيني يا مصعب، يا سلام يا مصعب، من نقطه الجزاء يسجل ثاني الاهداف، ومصعب يسهلها على الاخضر ويضيف الثاني، والمنتخب السعودي يسجل هدف اخر. الصقور تحلق في سماء البصرة بهدفين، الأول عن طريق سميحان والثاني عن طريق مصعب، ومصعب يسهلها على الأخضر من نقطة الجزاء. أصبحت النتيجة 2، والمنتخب السعودي جميل في شوط المباراة الأول. اكتفى المنتخب اليمني فقط بمحاولة وحيدة، بعد ذلك استمتع بأداء المنتخب السعودي.